ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام والرحمة والبركة على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Şimdi تشتكم دخينين زور تلو هم تخدش زوره ولا زورة من طبيعي. ده بنار حتى عم بقيش إلهياتي حتى عم هي بقى ده هي جلد يا شنو إلهيتها اي والله ان شاء الله إلهيتها إذا فاشت التصوف هوية ما تلمع فلسفة يفهم كده من إلهيات التصوف ويفهم انا نيش التصوف طويلة حتى دبيكي هذا الحامل حامل ماله يعني مثلا تشتكي بين برشاوي خو شكلي وي وأذيانك زمان تشتانك خدا فان تشتاقرتي ماله أذي دبي الفصل الرابع عشر تنبيه فصل شاردا دبي ده شار جرينكي هو يعني كو أب حامل بخو أو كا يعني هيولاية يعني ماله يعني جوان أجزائك خدا قرتيه اوان ايزاني وان تشتكو خدا قرتيه لقوري وي شكلي ويوكي جويرا مثلا جرى وضعك هي تنة يعني اوجي تشتكي انا تشتكي ايوي بيجا هذا الحامل انما له الوضع من قبل اقتران الصورة الجسمية وحاملك هيولاية جرى وضع هي في السورة الجسمية خطيرة دقراية يعني سورة جسمية متشكلة جاية يعني مثلا تبنيري تبقى هيولاوي يعني كيميائي تشتي أبي أب كيميائي تشتي أبي دي بلا بدو شكلك يجي دبا فقط تجويرة تشتكي تنافي اوانا هانيكا كتدري اكو مثلا فان برشافان اعضاء تشتكو غاندي هفدو تدبيجي هيولا ابيا جفيارا وضعك هي يجبوكو بفي جسمي را مقارنتي دكايا برابرية دكايا بفي جسمي با تعلقي دكايا جرا وضعك هي وإلا كنت نساوان نجيني هفدو تبي ابيا ابا نايقوتني مثلا انا حتى انا جبتني ما تقول هيولا كاتشيه ماله هيولا هي تنه هيولا اشتا هيولا ابا يعني او اقتران صورة جسمية واقتران بدك بهبدوبة اجوي هيئة ويرا هيولا تقوتني يعني حملة في جسميتك او حملة ويعني كاتوك يعني بوي إنما له الوضع من قبل اقتران سجبك بويس السيرة بويس سلاتي برابرت كجرى وضعك نافا كي جرى تيضعينا بها يولاتك حامل يعني جحالي معنوياتي وقتي كو نقل بيغاتي كتيا حالي محسوساتي كتيا حالي مثلا هيولاتي بجسمانية را برامبرية كريه أبوي سورتي را جرى وضعك شبيه أبوي برابرتياوي جرى وضعك هي أقول شارح دبي جمكي يريد يعني أبو علي سيناد خوازب إذاب بيجي بيان أن كون الهيولة ذات وضع أمر لا يقضي ذاتها يعني ذاتي وينينه ancak madiyet yani madde kopya ماجو حامل جرى وضعك هي يجبوك في سورة برابر دك متشكل برا
يعني جوي شكل ايرين او بخجنين عيني شكليه يعني او هيئته وياها يعني اجزائي ديالهم او شكلي بها بيان ان كون الهيولات ذات وضعين بنا هيولاك خدي وضع به يعني او جهات دانش بو معناه كرا امر لا يقتضي ذات هيولاي وضعين اخر امرك لا يقتضيه ناخذ وي امري ذاتها ذات هيولاي وي امري ناخذ بل انما تستفيد من الصورة الجسمية بلكي انما انجح تستفيد استفادتك اب هيولا وضعيتها وضعي يعني اوجي واش تشكيلات الضانين من الصورة الجسمية الصورة الجسمية وضعي استفادتك يعني اساس خوش جوي نفسه ورا وضعتنا يعني بمقابله تكيدانين جبوك او هيئه صورة جسمانيه جوي هيئه صورة جسمانيه رام برا برابريه دك عندي او هي برابرتيا بوي شكلي ذا تقول اني وضعي تخاذ يعني ابي تشكي رابها تشتكي دبي وهذه مسألة يبتنى عليها البرهان على امتناع انفكاك الهيولة عن الصورة الجسمية. إذا مسألة بربر آفت تجيكي دم قولكي أب مسألة أم دبين هيولة يعني حامل هيولة يعني حامل كوناوي كذات وضع به يعني تكيك ذاتي وي بخون ناخوزه انجاخ فايدة صورة جسمية جبوك ناقته صورة جسمية فهي عندي جيلاجي وضعكي هيئتي قلتني إذا بفهم مثلا تيب مبنيكين لسر فيها برهانك دليلك دليل على سر امتناع انفكاك هيولاي صورة جسمية يعني كنت هيولا هبه إلا سورة جسمانية جبه سورة جسمية هي هبه إلا هيولا بيفي جي ناقد هيولا سورة جسمية ناقدة ذاتي أو تشكيلة سورة جسمية هيولا يعني أو قايم بنا سورة جسمية يعني أجا شوا قايم دبا وكي كان بين إنسان عضايا حيوان ضم تشكيويا أم بين عظم شوايا آسمان شوا يعني أوان تشتاق يعني برشيوينا أجا تشيوينا تصوراوية أجا تشيه بهفدوات تي düşünceklerini acılı ev teşkilatı kubu gövde ev teşkilat evi teşkilat hükümetine. وذلك لأن البرهان عليه برهان لسد امتناع انفكاك هيولاء صورة جسمية دليل أبا أن هيولا لو انفكت عن الصورة الجسمية أجل صورة الجسمية أيري ببه لكانت إما ذات وضع أو غير ذات وضع يا أبي ذات الوضع به ويا ذات الوضع يعني خدي وضعك باش تشتكرات داني يعني تشتكرات داني وكلاهما باطلان والقسماني باطلان ذات الوضع باجي نوسه چمكي أب وضعيته بخو ناغذ جبوكش جسولته ناقته نقطاندن وضعيته دخوته وضعيته ويتنيه يعني هيولا بخو نينه بلکه صورت جسمانیه إذا ولا ملكي من الجراء الاختيار ويجوز دنكتي سيدا أما وذلك لأن البرهان عليه برهان دليل لسر امتناع انفكاك هيولاء جسميته أبا دليل
أن الدليل عليه أنها هيولة لو انفكت عن الصورة الجسمية لكانت إما ذات وضع أو غيره، وكلاهما وقسمان، وذات ود وذات ود باطلان. أما الأول كذات الود بس ما باطلة فإنه المناف للحكم المذكور، أو حكم مذكور جبرا منافية. يعني كو تنكاري بيجي أوا بيا لدراية أو بيا أوهات إشارة بكي ببالي أوا بكي تشتيسا تتنيه ماله هاي لا رفكاري إشارة بكي نعم هاي إشارة كر هاي لا أو كيفية تجوي كيفية الإشارة كيفية تتنيه جبو. أما ثاني إذا كنت ذات الوضع بسما إما ذات وضع أو غير كنا ذات الوضع أو جي فلما ذكره فيما يتلي هذا الفصل جبوك هي بتشتي في فصل بعصي بك كنا ذات الوضع غير ذات الوضع بجي بطالة تمجي سورة ناقته سورة ناقته أبنى خطاندنا ويا سورة دمكي خدي وضعك والوضع أبدو ذات الوضع تمام بيان أن كون الهيولة ذات وضع أمن لا يقتضي بل إنما تستفيد من الصورة الجسم تستفيد من الصورة إذا وضع شيء يطلق على معنى كان معناه وضع رهنا من أجل جوان أبا كون الشيء بحيث يمكن الإشارة الحسية إليه بيايه ورأي فمنها قسم معاني وضعية حال الشيء بحسب نسبة بعض أجزائه إلى بعض وكي أنا هيولام هل تشيك بحسب نسبة هنك أجزائي بالهنك بعض دي أو حالرا تقوتني وضع ومنها المقولة المشهورة مقولة مشهورة يعني كهيئة معلومة للنسبتين نسبة أجزاء بعض إلى بعض أو وضعه وضع أبا والمراد هنا هو الأول معنى أبا أولى يمكن الإشارة الحسية إليه والمعنى أن الصورة الجسمية هي العلة في كون الهيولة ذات وضع يعني هيولة ذات الوضع با سبب وي صورة جسمية تمكي أم صورة جسمية هيولة ميداني كذات ويتبين منه جفيجي فيمكنني أنها هيولة هي التي تفيد التشخص ويتبين منه أنها هي التي تفيد تشخص الهيولة وتعينها على ما سيأتي بعده أن الصورة الجسمية هي العلة ويتبين منه جفيك أن الصورة الجسمية هي العلة جيت فهم كرنيكو أنها علة هي التي أو التي تفيد تشخص الهيولة أو الشخصية بيانك وتعينها وتعينها تفيد تشخص الهيولة وتعينها فإذا تعيينها هيولة على ما سيأتي بعده يعني التي تكون هيولة بليكنا التي الهيولة بليكنا أوي وركاي شبيجة ويجمع إذا ما قوكي حامل مثلا حامل جي ما قوها هيولة نفسها حامل الجسم هذا الحال إنما له الوضع من قبل اقترانه الصورة الجنسية ولو كان له حد في حد ذاته وضع أجاش حامل هيولابو أجاش حامل بحد ذاته إذا وضعه هبة وهو منقسما وتقسيمه بيتكنا بيا أبا موابجن كان في حد ذاته ذا حشم إذا قابل حد ذاته خدا ودي حسم به
ماله جسمك بهذا ماله أجر يعني كو فكان له في حد ذاته وضع أجر سننك وهبت حد ذاته خلا وضعك جرا هبت دمكي يد وضع وضع بلا سند لو كان له في حد ذاته وضع وهو منقسم إيه طبيعي وضع وهبه واوجد تقسيمه وهبه كان في حد ذاته ذا حجم بقال اب هي ولاد باخذ يحج إيه راس توصل أي ولو كان الحامل كهيولاية وضع وهو قائم بذاته خال عن الصورة بصورة فلا يخلو إما أن يكون منقسما على الإطلاق وفي جميع الجهات لا بتقسيم كنت هل طرف إذا تقسيمه هي أو لم يكن إن كان منقسما في جميع الجهات كان بانفراد ذاته عن الصورة جسمه أجاك منقسم بتمام الجهات ده أيقا بالتكية أخو جسم به ذا حجم جسمك يخد جسمه يعني جهر آليما قوسة قته وقد كان حامل الجسم ناظر الجسم عندنا حامل الجسم وهذا خلف دمكي لو كان له في حد ذاتي وضع بحد ذاتي ده وضعيتني جايولا رتنا وضعتنا هما استفادة وضعي بشتكة بتقارنها بسهولة جسميتك راس ولو كان له في حد ذاتي وضع وهو منقسم كان في حد ذاتي ذا حجم أو غير منقسم وهو منقسم أو غير منقسم أو كنا منقسم به لو كان له في حد ذاته وضع وغير منقسم كان في حد نفسه بحد نفسه خذت بمقطع كان في حد مقطع منتهى إشارته هذا مثلا أساس هيولا أبا وكما سيبين أبا كان مقطع منتهى إشارته يعني مكان كسلبونا داوية إشارته يعني داوية إشارته كتبه أبيا داوية أو تشتكو أواتي بتشعبته أو تشتكو تشيدبه أو داوية إشارتها وهذا هو القسم الذي لا يكون الحامل فيه منقسم على الإطلاق يعني هيولا منقسم لنا فغير منقسمين دبي أبقوت أو غير منقسمين يا عطن على قولي وهو منقسم ولو كان له في حد ذاته وضع وهو منقسم أو غير منقسم أتفسر ويريد به الصدق هذا الجديد أن الحامل هيولا إن كان بانفراده ذات وضعين وكان غير منقسمين كان بانفراده مقطع منتهى إشارته حامل أجا يعني هيولا بانفراد أخو بتقارن بخوخ وضعك ويهبه وتقسيمه ويتنبه أو بانفراد أخو مقطع داوية إشارته به يعني كتبي أبيا يعني أب داوية بي شاتي أو تشد كما برشعب مرم أو يعني باشيا ويتشوله يعني أو جسم أو هيولا أو صورة الجيك القناة أو هيولا أو جسم داوية يعني أو تدشاد كيف تبي أبيا سواء تعرف تشد كما تشد كما عقليته أو ماله كذلك براءة بالي لأن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير وينتهي إلى المشار إليه وينقطع انتهاؤه بما لا ينقطع في جهة ذلك الامتداد أبا يجهم بكن أبياء لأن الإشارة امتداد وتكتب أبياء دوامك يبتدئ من المشير
هيك إشارات كجي بسمتك وينتهي إلى المشار إليه حتى مشار إليه دشة يعني وينقطع انتهاؤه كسلمش بانتهاء مشار إليه بما لا ينقسم بويتشتك تقسيم نابع تقو آبيا قديا آبيا تقو قديا أبيا لفظ آبيا تي تقسيم كرنه آبيا قديا أبيا تقو آبيا أو تشتك بأجي بعثكم آبيا أبيا تبيشات كي بالي بقى قديا أو جسمك وفيها جير قتا أو يكون ناي تقسيم كرنا ناي تقسيم كرنا ماله وينقطع انتهاء بما لا ينقص في جهة ذلك لأنه لو انقسم في تلك الجهة أقل دوي جهة إذا ما تقسم كنه لكان وراء المقطع شيء من المشار إليه قد باشوي لا تشتكي هذا إيه راسنا مشار إليه فإذا وقتاكو جرى هبة فإذا لا يكون المقطع مقطعك هبة مقطعنا مقطع راسنا كجويا دوير القتال دميت دوير تاني فرشنا مينه إيكو برشام demek ki نقد يا مالك نقد demek bana mı فكل مقطع إشارة هو ذو وضع غير منقسم يعني هاد تقول أبيا تقول أبيا يعني ضاوية أو هالد نريكو أو أجيب باتشكي تنيا أهد أبيا مقطعك يا خدي وضعه فقط تقسيمه يتنيه تبدي ما وراء يتشكي تنيه وكل ذي وضع غير منقسم فهو عند فرض إشارة يمتد إليه ولا يتجاوز يكون مقطوعا لها أو لا سريعا أو أصل جواب إذا لا يكون المقطع مقطعا مقطعنا مقطع نقول لأنه لو انقسم بتلك الجهة لكان وراء المقطع شيء من المشار إليه فإذا وقتك الشيء كهبة لا يكون المقطع مقطعا مقطع نابا مقطع جلت النبي قد يابا يعني فكل مقطع إشارة هو ذو وضع هر مقطع إشارتك هو أو مقطع خدي وضع با وغير منقسم فكل مقطع إشارة هو ذو وضع كل مقطع غير منقسم نعم سيدا كل ذي وضع غير منقسم كل أو وضع غير منقسم فهو عند فرض إشارة يمتد كل مقطع إشارة هو ذو وضع غير منقسم أبي أبغينا يجا تمام فإذا أجاكم ما ورائي يتشتكي هذا جويرة مقطعنا يقول يكوسابة فكل مقطع إشارة هو ذو وضع هي أما غير منقسم مقطع كل مقطع إشارة وضعه أما تقسيم تنيه صنع ما وراء بتشتكنا وكل ذي وضع غير منقسم دمك أبي أبو وضع منقسم كل وضع كنا منقسم به فهو عند فرض إشارة يمتد إليه لك تقدير إشارة الدوام بالغتك ولا يتجاوز إذا ربصنا به ويكون مقطعا لها دبا مقطع ذو إشارة كان أو إشارة قديمة هذا هو المراد من قوله هذه تفصيلاتكم ما أنا قوتن أبيايا قوتنا مصنف غاية أو غير منقسم كان في حد ذاته مقطع منتهى إشارتي ولو كان له في حد ذاته وضع وهو منقسم أو غير منقسم غير منقسم كان في حد نفسه مقطع منتهى إشارة مقطع الداوية إشارة يعني الداوية إشارة اللي يتقدين وهو المراد من قول أو غير منقسم كان في حد ذاته مقطع منتهى إشارة أو تشتكي مقوع إشارة أذية أم تفز أجري قلتنا
أو غير منقسم كان في حد ذاته مقطع منطقة إشارتين بجيا جوي دايرة. يعني دمكي أبيا هي وضع ويجي هي أما تقسيمه يتم بس يعني لو ما كنت بيتشي دمكي يستفيدوا دبيجي يستفيدوا كوب أو كيفاية أو بقوة أي ناغوذة لا يقتضي لذاتها بل إنما تستفيد من السودة الجسمية بإشارات كيف إشارات بويت قدا جوي داري توضع كيفي هي أو جي نابي داري مالا ولا تنبيه نيزي خورية تزاني كده القرآن زور يجيشنا تمام سيدة أصابكم زور الله خير كثير يجيشنا كم حكى الله يا والله